تعالوا بقى النهاردة نعمل وصفات حلوة قوي. زي ما انتوا شايفين وصفات بتاعتنا بروح عاملينها وحاطينها في التلاجة كده ونستغلها طول الأسبوع. النهاردة معانا الغلة أو الحبة الكاملة ودقيق الحبة الكاملة والدقيق الأبيض بتاعنا. وكده بقى الأسبوع ده هيبقى حافل بالمعجنات. بصوا بقى يا حبايبي، أو استعمال الحبة الكاملة دي الغلة بقى كده أو الحبة الكاملة. بروح برضو كده مشاهداه بأي منخل عندك سلك بالشكل ده كده، عشان لو في اي حاجة تطلعي. كان عندي حوالي عن 2 كيلو كده، هنخلهم وهعجنهم على طول معاكم بالشكل ده كده. انا عايزه اعمل عجينة هنعمل منها كام وصفة النهاردة. زي ما انتوا شايفين كده بتطلع حاجات بسيطة. جيب بولة بقى كده واحط فيها كيسين من الخميرة. انا معايا 2 كيلو من الدقيق، وحطيت عليهم معلقتين ونص من سكر من معالق الطعام، وحطيت كوبايتين مية دافية، واقلبهم بقى كده كويس واسيبهم على جنب بقى لغاية ما الخميرة تنشط معانا. معايا كيلو من اللبن الحليب سايباه يدفى كده على النار، ومعايا كمان كوباية مية دافية. بصوا بقى يا حبايبي كده انا قلبت الخميرة واسيبها بقى كده على جنب لغاية ما تنشط، ومعلقة ملح صغيرة على الدقيق. وتعالوا نفضي بقى الدقيق ده كده في بولة واسعة عشان نعرف نعجن. هننزل بقى باللبن كده بعد ما دفي معانا. ومعايا بقى كوباية سمنة على زيت. انا بحب اعمل ميكس كده من السمنة والزيت، واروح بقى مقلباهم في قلب الدقيق ده لغاية ما يبقى عامل زي الرملة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. هروح بقى ضايفه عليهم الخميره بعد ما خمرت معانا، بعد ما نشتت معانا بالشكل ده كده. وبعدين اعجن بقى. عايزه اقول لك انا ضفت كمان كوبايه ميه دافيه تدريجيا لغايه ما العجينه بتاعتي اتلمت وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه. شايفين طراوه العجينه عامله ازاي؟ تعالوا بينا بقى نعجنها كده، نخدمها شويه لان العجينه دي بتحب تتخدم شويه. فقبل ما نخدمها كده اروح برضو ضايفه لها معلقه كبيره من معلقه الطعام سمنه، واعجن بقى العجينه بتاعتي دي كويس. تعالوا بينا بقى نشيلها من الطبق عشان نعرف نتملك منها كويس ونشوف هنعمل بيها ايه. شايفين انتوا العجينة وانا بعجنها؟ شايفين طراوة العجينة عاملة ازاي؟ العجينة بتاعتنا النهاردة هنعمل منها 3 وصفات او 4 وصفات. هنشوف احنا شغالين هنعمل بيها ايه. اللهم بارك. شايفين عاملة ازاي؟ زي الملبن. يلا بينا بقى كده في نفس الصينية اللي كان فيها الدقيق اعجنها كده واخدمها شوية. وعايزة اقولك بقى اروح سايباها كده حوالي عن نص ساعة. خمرت معانا بالشكل ده، نطلع منها الهواء وادهن بس ايديا كده نقطة زيت عشان اعرف الم العجينة دي. واجيب بقى المفرش واروح حطها كده والمها، واحاول بقى كده اقسمها على 3 عشان نشتغل فيها النهارده. هنعمل زي ما قلت لكم كم وصفه. شايفين انتوا دي الحبه الكامله، وشايفين بقى لما اتعجن بقى عامل زي الملبن في ايديا بالشكل ده كده. عجينه سهله وبسيطه، وطبعا عارفين انتوا فوائد الحبه الكامله بتبقى فيها فايده اكتر من الدقيق الابيض بتاعنا. كده بقى انا رحت واخده بقبضه ايدي وقطعت كده قطع متساويه، وبعدين كده اروح مشكلاها على شكل كوره بالشكل ده كده. عايزه اعمل النهارده من دقيق الحبه الكامله قرص طريه. بصوا بقى يا حبايبي، شايفين انا بقول لكم عامله ازاي في ايديا؟ وكده كمان رحت مكوراها. وتعالوا نعمل بقى القرص الطريه، سهله وبسيطه ومغذيه في نفس الوقت. وكده بقى زي ما بقولك انا بروح عامله كميه احطها في علبه في التلاجة تنفع معايا بقيه الاسبوع. كده بقى اروح مبططاها كده حاجة بسيطة على المفرش، ومحدداها كده بسكينة. وبالشكل ده كده عملت شكلة القرصة بكل سهولة. شايفين انتوا؟ انا كده حطاها في الصاج على ورق زبدة ممسوحة بفرشة زيت. وكده خلصت كل كمية الفطير زي ما انتوا شايفين كده. اول صاج وتاني صاج بقى كده باقي فيه 3 وحدات هحطهم بالشكل ده كمان في الصاج كده او 4. وكده كمان دهنت الصاج ده واروح حطاه. تعالوا بينا بقى نعمل العيش التوست. هاخد كده القطعة اقسمها على 2 عشان نعمل رغيفين من العيش التوست. زي ما انتوا شايفين كده قابل لي بس ايديا نقطة زيت عشان ما تلزقش معايا بالشكل ده كده. وافرد بقى العجينة بتاعتي كده حوالي يعني سمك، تبقى سمك سنتي كده بالشكل ده، على شكل كده مستطيل. واروح بقى مقفلاها زي الظرف زي ما انتوا شايفين كده. اجيب طرف وبعدين طرف وابدا كده طرف تاني وطرف تاني، وقلبته زي الظرف كده. وابدأ تاني افرده. وكده بقى اروح لفاه زي الرول بتاع الفينو زي ما انتوا شايفين كده. واروح لفاه. وكده بقى العيش التوست بتاعي، طبعا انا ما عنديش قالب التوست، انا عايزاه يبقى احطه كده في صينيه. لو عندك بقى اي حاجه تسندي الجوانب دي هتديكي كمان ارتفاع التوست، بس انا بحب التوست بتاعنا يبقى رفيع شويه كده. خلاص اول بقى اول رغيف من عيش التوست كده اروح حطاه في الصينيه دي كده.
بالشكل ده. وتعالوا بينا بقى نعمل كمان رغيف بالشكل ده. انا عملت بقى رغيفين من العيش التوست وعملت القرص الطرية بالشكل ده. بصوا كده القرص الطرية اللي معانا بقى موجود في الصاج اللي تحت ده حواوشي وعيش فينو. بصوا بقى حبايبي كده بقى التوست والايه والقرص. الحواوشي بقى والعيش الفينو كده سبت العجينة بتاعتنا او المخبوزات بتاعتنا خمرت نص ساعة، وجبت بقى ايه معلقة نسكافيه وشوية لبن وبدأت ادهن الوش بالشكل ده. طبعا دهنت الاول كده الحواوشي والفينو، وتعالوا ندهن بقى ايه الفطير والعيش التوست. وبعدين بايه هاخد بقى واحد رغيف كده من العيش التوست اشقه كده من النص باي سكينة. وكده بقى القرص طلعت معانا، عايزة اشوف شوفوا لونها عامل ازاي والطراوة بتاعته القرص عاملة ازاي. بصوا تعالوا بينا بقى كمان نشوف. بقول لكم هنا تسوية الحواوشي لازم تختلف عن تسوية القرص وتسوية العيش، كل حاجة لها تسوية معينة. القرص بتسيبيها فاتحة شوية معاكي، اما العيش التوست بتضغطي برضو عليه شوية، اما بقى الحواوشي لازم تضغطي عليه شويتين لانه ايه حواوشي وفيه حشوة فراخ لازم تستوي معانا. بصوا بقى بقطع بقى كده شرايح التوست طالعة عاملة معايا ازاي. بصوا كمل بقى تقطيع، لازم يبقى بارد معانا، انا بقطع وهو سخن. وكده بقى بقول لكم ما تنسونيش بلايك ومتابعة عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير. وتعالوا بينا بقى ناكل بقى ايه التوست بحتة جبنة والحواوشي بشوية كاتشب وطبعا القرصة بشوية شاي، واشوفكم على خير واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.